السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم انتهت المباراة، مباراة منتخب سوريا أمام المنتخب التونسي، انتهت بفوز منتخب سوريا ب1-0 في أول مباراة في دوري المجموعات في بطولة كأس العرب. منتخب سوريا فوز مهم، 3 نقاط مهمة الآن صعبت المجموعة. الآن المنتخب التونسي أيضا المنتخب التونسي ليس بالمنتخب السهل، رغم أنه كان غائب، عدة من اللاعبين كانوا غائبين في هذه المباراة، لكن لا ننسى بأن أيضا المنتخب سوريا بصراحة مع المدرب اللي صراحة تفوق على سامي الطرابلسي في هذه المواجهة. أيضا نعم، البعض سيقول بأن المنتخب التونسي كان مسيطر في المباراة. نعم، المنتخب التونسي سيطر في المباراة وكان لديه هجمات خطيرة، كانت اللمسة الأخيرة تنقص المنتخب التونسي، لكن لا ننسى بأن أيضا منتخب سوريا دفاعيا كان منظم، مدرب منتخب سوريا تفوق على مدرب سامي طرابلسي. وايضا 3 نقاط مهمه. هدف رائع من عمر خريبين، هدف رائع من عمر خريبين. اليوم ايضا انا فاجأني حارس منتخب سوريا اللي قدم مباراه كبيره وتصدى لعده كرات خطيره، وايضا اسماعيل الغربي. هذا اللاعب اسماعيل الغربي اليوم تقريبا كان وحده مع المنتخب التونسي. نعم، تقريبا هو النقطه الايجابيه في المنتخب التونسي اليوم. اسماعيل الغربي يا أخي ماذا كان ينقصه؟ الهدف فقط. قدم كل شيء في المباراة، موهبة كبيرة. نتكلم عن لاعب 21 سنة قدم أشياء قوية جدا في هذه المباراة، كان قادر أن يسجل هدف عالمي وقدم مباراة رائعة. فالمنتخب التونسي اليوم أخطاء. نتكلم عن محمد علي بن رمضان كإمكانيات رائعة، لكن اليوم اللاعب بطيء، الكرات تقطع اللاعب 3 إلى 4 كرات تقطعت اللاعب. وايضا الهدف كان ايضا علي بن رمضان، خطا من علي بن رمضان، وجاءت ضربه خطا واللي سجلها عمر خريبين بهدف رائع. هذا لاعب امكانياته رائعه بصراحه. ايضا بطء في الوسط. مرياح، نتكلم عن ياسين مرياح، مدافع قوي جدا، لكن هل شاهدتم التمريرات الخاطئه لهذا المدافع؟ كم تمريره خاطئه. وايضا دفاع المنتخب التونسي، نتكلم عن بناء الهجمه من الخلف، اغلب التمريرات خاطئه. غيابات مؤثره بصراحه اليوم. لو كان حنبعل او الياس سعد او منتصر الطالبي كان سيفرق بشكل كبير جدا، وايضا علي العابدي كان سيفرق بشكل كبير مع المنتخب التونسي اللي صراحه تمريرات خاطئه بالجمله. هجوم المنتخب التونسي في راس الشوط اليوم ضيع اهداف، غياب اللمسه الاخيره، وحتى الجزيري دخل في الشوط الثاني. التغييرات اللي صراحه المدرب اخطا المدرب سامي الطرابلسي صراحه في قراءه المباراه، وايضا في توظيف اللاعبين، وايضا في التشكيله الاساسيه اخطا بصراحه. رغم ذلك يبقى مدرب رائع وكإمكانيات رائعة. منتخب سوريا 3 نقاط مهمة، فوز مهم غادي يعطيه دفعة معنوية، وربما يدخل الشك لمجموعة المنتخب التونسي. لكن المنتخب التونسي كفريق كبير، وأتوقع أيضا سيتأهل، وتذكروا كلامي جيدا، المنتخب التونسي سيتأهل أيضا من هذه المجموعة. ومبروك للمنتخب سوريا على هذا الفوز الرائع، وهارد لك للمنتخب تونس، والقادم افضل للمنتخب تونس اللي فاز. نقول له مبروك عادي. تبقى كرة القدم ونحن اخوة في الاخير، واحبكم في الله.